انا بس عايز اوجه سؤال للشركه، شركه منصور. الدولار ثابت بقاله اكتر من شهر، ليه العربيه تزيد 50,000 جنيه؟ بس هو ده السؤال، ايه المعيار الزياده؟ يعني احنا لما بنقول بنزود العربيات بنزودها عشان الدولار ارتفاع الدولار، زياده الدولار. طب دلوقتي الدولار ثابت، هي العربيه زادت ليه؟ انا مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. النهاردة الجمعة، النهاردة 13/10/2023. الحمد لله يا عم، خلاص إن أنت مش هتقع تحت، يعني مفيش حد هيستغلك، ولا تاجر ولا موزع ولا أوفر برايز ولا زيادة 200,000 ولا زيادة 300,000. باشا لو معاك عربية قديمة تروح لشركة منصور استبدلها بالعربية الجديدة. تمام كده، لان الحاج محمد من محافظه بني سويف كلمني في التليفون الاسبوع اللي قبل اللي فات وقال لي ان انا راح احجز عربيه، قالوا لي عايزين عربيه 2018. فهو لما كلمني اشمعنى 2018 قال لي مش عارف. يعني هو قال لك بس 2018 بس؟ قال لي ابتدينا بعد البحث وبعد يعني اتصالاتنا بناس كتير، بناس يعني ليها في الموضوع كده، قال لك لا العربيه مش 2018، ده اي موديل من موديلات العربيه تروح تديها له يروح مديلك عربيه جديده. طيب الحاجه الثانيه، هو ايه اللي بيحصل؟ انت بتديله العربيه، هو بيقيمها بكام؟ 300 او 400. بيحصل ايه؟ هي بتقل بقى 50,000 جنيه. هو لو هي ب 400 ياخدها منك ب 350. ليه؟ لان هو مديك العربيه الثانيه بالسعر الرسمي، مديك العربيه ب 670 660 640 640، هو مديها لك بالسعر الرسمي. فانت استفدت فرق، لو هي عربيتك قلت 50 ما انت موفر 150 في الناحيه الثانيه. وطبعا انا مش عارف هل هو هيبقى الفرق ده، يعني لو انا عربيتي ب 300 وانا راح اشتري عربيه ب 670 او 675 فاضل 400 هل ال 400 دول هل انا بدفعهم كاش ولا بيقسطهم عليا؟ يعني هل هم بيبقوا قسط ولا كاش؟ لان طبعا معروف في المنصور في العربيات الجديده لما بتروح تحجز عنده هو بيبيع قسط ما بيبيعش كاش. طب هل يا ترى موضوع القسط ده هيبقى في العربيات دي، ولا انا دلوقتي لو عشان انا مدي عربيه وممكن اكمل فلوسها واخد فلوسها كاش؟ مش عارف هل الحته دي انا طبعا ممكن اي حد يبتدي يسال ويستفسر فيها يعني. تمام كده، يعني انا لو معايا عربيتي ب 300,000 جنيه هروح اديها له، لو فاضل عليا 400، طب ال 400 دول هل انا لو انا دلوقتي معايا 400 هديهم لك؟ تمام، لو انا معايا 400 دلوقتي هديهم لك، ولا انت برضه هتقول لي لا ده هو النظام عندنا هيبقى قسط الفلوس دي، هيبقى الفرق بتاعها فرق قسط؟ ده بس الحته اللي احنا بس اللي انا يعني ما توصلتش فيها في الحته دي بالذات. تمام، لكن معاك عربيه هتروح تغيرها. طيب انا لو معيش فلوس بقى، انا قصدي معيش عربيه، عايز اشتري عربيه، منصور بيبيع قسط وتستنى دورك في الحجز. هو طبعا الراجل اللي معاه العربيه اللي هو مسلم عربيه هو ليه الاولويه. تمام، لو انت عايز تشتري عربيه من شركه منصور، منصور ما بيبيعش كاش، بيبيع قسط. طلعت ناصح انت بقى وخدت عربيه قسط، خدتها قسط، قعدت لك 6 اشهر، قلت انا بعد 6 اشهر انا ممكن اقول له انا عايز اكيش، بعد سنه عايز اكيش، ياخد منك 10% سداد مبكر. تمام كده، تقول لي ايه ده؟ طب ما هو البنك بياخد 3% سداد مبكر او 4، مالكش دعوه انت بالبنك، انت مش واخد من البنك، انت واخد من شركه منصور. هو بقى يسدد 3 2 4، انت مالكش دعوه. ان هو برده ما انت جاي كاش، لان بيبقى القسط ده حلو لانه بيبقى فيه فرق سعر كبير. فلما تيجي تكيش، لاحظها انت كده لما تيجي تروح في اي مكان يقول لك تكيش ليه؟ طب ما كويس، طب احنا نمد لك ونقلل لك الفلوس ونقلل لك المبلغ اللي انت بتسد بيه الدفع اللي انت بتدفعه، هتلاقي تملي لان القسط بيبقى لقمه عيشه كويسه. فلما انت بتروح لا خلاص يا باشا، احنا ناخد 10% سداد مبكر من باقي المبلغ، يتخصم من باقي المبلغ، يعني يزيد عليك 10%، ياخد 10%. تمام كده، فعشان كده كان مهم جدا الفيديو ده يبقى خلاص. انت لو معاك عربيه اي موديل اطلع على شركه منصور كده. والله انت بقى عايز بقى تقول عايز ابيعها بره، بيعمل اللي انت عايزه يعني. لكن هو طبعا الافضل ان انت لو عايز عربيه من الشركه نفسها روح هناك اديله العربيه، يديلك عربيه جديده. صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزت المصري. ده فيديو بسيط بس احنا حبينا نوضح
الامر ده بالذات، لان كان اتكلموا ان يعني الاخ اللي كلمني اخونا محمد من محافظه بني سويف، ان لا العربيه 2018 بس. لا لا، اي موديل تروح توديها له وهو بيقيمه ياخده. هو بقى تقول لي بقى، واحد يسالني طب هو بياخده يعمل بيه ايه؟ ياخده يا باشا هيديه للتجار، هيبيعه للتجار، امال هيبيعوا ايه؟ وممكن هيبيعه عنده هو كمان، يطلعه من عنده بقى كمان، هو كمان يطلع من ده، من عنده يطلع من عنده قسط، يبتدي هو يوضب العربيه ويبتدي ان هو يظبط الدنيا ويطلع من عنده العربيه اذا كان هيطلعها قسط، او اي تاجر من التجار كده يجي ياخدها منه. صباحكم زي الفل، انا كنت معاكم عزت المصري.